فيلم الضحايا أول إنتاج لبهيجة حافظ، أول مؤلفة موسيقية مصرية. بهيجة حافظ ممثلة ومؤلفة موسيقى تصويرية ومخرجة وكاتبة ومنتجة. اتولدت سنة 1908 في حي محرم بيه في اسكندرية. أبوها إسماعيل باشا حافظ كان فنان وبيحب الموسيقى وبيعزف عود. بهيجة نشأت في أسرة فنية. عزفت البيانو في سن 4 سنين. ألفت أول مقطوعة موسيقية وهي عندها 9 سنين. درست في مدرسة الفرانسيسكان ومدرسة الميرد ديو. سافرت فرنسا وهي عندها 15 سنة ورجعت بشهادة جامعية من الكونسرفتوار في الموسيقى سنة 1930. حصلت على دبلوم الموسيقى من فرنسا. درست إخراج ومونتاج في برلين وكانت أول مصرية تنضم لجمعية المؤلفين في باريس. بعد ما اشتهرت في عالم الموسيقى كأول سيدة في المجال، اتنشر ليها صورة في مجلة المستقبل اللي كان بيصدرها إسماعيل وهبي المحامي أخو يوسف وهبي، وكانت صورتها على الغلاف بالبرقع والطرحة. كتب تحتيها أول مؤلفة موسيقية مصرية. في الوقت ده كان المخرج محمد كريم بيدور على بطل الفيلم الأول زينب اللي اتكلمنا عنه في حلقة 19. لفتت انتباهه، عرض عليها تعمل دور زينب. بهيجة وافقت تشتغل في السينما رغم معارضة أسرتها. بهيجة عملت دور البطولة في الفيلم، وهي اللي عملت الموسيقى التصويرية اللي عبارة عن 12 مقطوعة موسيقية، وكانت أول مرة بهيجة حافظ تمثل في السينما. كان الفيلم صامت وأول مرة تقف قصاد كاميرا، والدور بيعتمد على التعبير الحركي والإشارة والتحكم في ملامح الوش، وعشان كده محمد كريم كان مركز معاها جدا. وبيقال إن محمد كريم استعان بعازف كمانجا عشان يعزف لها أثناء التمثيل عشان تقدر تعبر عن حالة الحزن. وفي تاني فيلم لمحمد كريم لما سافروا يصوروا فيلم أولاد الزوات في فرنسا اللي اتعرض سنة 1932، اتفقوا مع بهيجة حافظ اللي فعلا سافرت تصور. حصل خلاف ما بينها وما بين المخرج محمد كريم على الأداء، زعلت وسابت التصوير ورجعت مصر. وبعد كده جابوا أمينة رزق في بطولة الفيلم. رجعت بهيجة مصر وقررت ما تشتغلش مع حد تاني، وقررت تنتج لنفسها ولحسابها زي عزيزة أمير وآسيا داغر وفاطمة رشدي. بهيجة أسست شركة إنتاج فنار فيلم سنة 1932 بالاشتراك مع جوزها. قررت يكون أول فيلم من إنتاج الشركة فيلم الضحايا اللي بيتكلم عن أضرار المخدرات. ويقال ان ما كانش فيه قصة في الفيلم، وان الفيلم ناتج عن قراءات بهيجة حافظ لروايات فرنسية. استعانت بشاب هاوي اسمه شاهين متولي بك يكتب السيناريو والحوار. اتفقت مع ابراهيم لاما يخرج الفيلم، وكان فريق التمثيل زكي رستم، عطله ميخائيل، عبد السلام النابلسي، محمود حمدي. وهي اللي عملت الموسيقى التصويرية، والمصور بريما فيرا. قصة الفيلم: برعي زعيم عصابة بتاع مخدرات بيتجوز بهيجة بعد ما رفضته كذا مرة وما كانتش بتعرف بيشتغل ايه. الشرطة بتراقب برعي. بهيجة بتحب جلال ضابط المباحث اللي اتجوز اختها الكبيرة نازك. بهيجة بتلجأ للموسيقى عشان تنسى، وفي الاخر طبعا الشرطة بتقبض على برعي بمساعدة جلال. بهيجة بتموت على فراش المرض وحواليها امها ونازك وجلال. الفيلم ده اتعاد عرضه ناطق سنة 35، واللي ظهر فيه لأول مرة ليلى مراد مغنية للمرة الأولى على شاشة السينما. تابعونا.